هاي، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ الحقيقة كنت بفكر كده ان لو الواحد قدر يعمل كام فيديو في الاسبوع يتكلم فيه الحاجات يعني تخطر على باله كده من وقت للتاني، لو قدرت ربنا يقدرنا يعني. وهبتدي بالكلام عن حاجة، يعني كذا حاجة مربطة ببعض في الحقيقة. اعتقد ان اغلبنا عرف ان النائب بهاء الدين ابو شقة كان عايز يفرض، او نقل عنه ان هو كان عايز يفرض زي جزء كده مستقطع او ضريبة من مرتبات المصريين العاملين بالخارج، باعتبار ان مصر صرفت عليهم وربتهم وحاجة زي كده يعني. وطلع بالليل مع عمرو اديب يقول لا انا ما قلتش كده، وده اصلا غير دستوري، انا كنت بقول ده من باب شحذ الهمم، يعني الناس هي اللي تتبرع من نفسها تسخن بقى وبتاع، اساس جوز خالتهم اللي بيتكلم. المهم، الحقيقة كلامه ده قلب عليا مواجع من يعني مضايقاني بقالها زمن طويل، وفرصة ان الواحد يتكلم فيها يعني. استاذ بهاء، حضرتك كنت تقدر تاخد الفلوس من الناس بطريقة تانية. ازاي؟ انا واحدة، ده الموضوع اللي مضايقني بقى. انا واحدة يا جماعة، 95% من اصحابي ومعارفي ونسبة لا بأس بها من شباب العيلة كلهم برا مصر، وال5% الباقيين يا قاعدين محبطين يا عايزين يطلعوا برا مصر. صحابي اللي انا بكلمكم عليهم سافروا دول كلهم شباب صغيرين طبعا، كلهم كانوا شاطرين جدا في اشغالهم ومتعلمين احسن تعليم، اما ان هم كانوا متفوقين دراسيا، او ان هم خدوا كورسات علشان يطوروا من نفسهم، او خريجي جامعات اجنبية. وخدوا الكبيرة بقى، بعضهم كان حصل على منح او سافر ان هو يدرس بره واخد شغلانة وكان مستحق لان هو ياخد جنسية البلد اللي هو كان فيها، ورجعوا بعد كده من باب ان لا هم عندهم ناس كتيرة تفيد بلدهم، انما احنا بلدنا محتاجلنا وبلدي اولوية والحاجات دي كلها. فتخيلوا لما حد زي ده يطفش يعني. فالناس دول بتستفيد بشطارتهم وبعلمهم وبطموحهم وبشبابهم وكل حاجة بلاد تانية. ومش بس كده، انا عايزة اقول لكم كمان ان هم يعني بعضهم مهاجر في بلاد مش معروفة بالهجرة، يعني اما مثلا بلاد اسيوية، بلاد اسكندنافية، يعني حاجات كده. فكان من الاولى ان احنا نسأل الناس دي طفشت ليه؟ ايه اللي خلى يعني ناس بالطريقه دي او بالدماغ دي تسيب البلد وتمشي وتحس ان هي ملهاش مكان، او ان مواهبها مش هتقدر هنا بالشكل الكافي؟ فلما كانوا يرجعوا بقى، او لو كنا رجعناهم، كانوا هيساهموا في ان هم يخلقوا فلوس برضه، بس عن طريق الانتاج والابتكار، مش بالضروره عن طريق الضريبه او عن طريق التبرعات. يعني يا جماعة نبطل بقى فكرة برع ولو بجنيه اللي طغى على عيشتنا ده. التكافل الاجتماعي مطلوب طبعا مع الناس الغلابة وفي اوقات المحن وفي كل حاجة، انما ما ينفعش ده يبقى اساس كل حاجة في العيشة يعني. ده غير الاذى النفسي اللي الواحد فيه من الاحباط من ناحية، ومن ان البلد فضيت عليه من ناحية تانية. بقول لكم صحابي كلهم بره. فعلى ذكر الاحباط وعلى ذكر الزهق، طبعا احنا شفنا تترات او بوسترات مسلسلات رمضان، ومن ضمنهم تتر ريام حجاج. انا بشوف الانسانه دي بيركبني 9000 عفريت. يعني عارفين ليه؟ من ضمن الحاجات مثلا انا شفت صوره يسرا اللوزي في التتر واقفه ورا كده، فقلت عارف انت لما تيجي حاجه تقلب عليك المواجع. واحده اكتشاف يوسف شاهين، وخريجه الجامعه الامريكيه، واشتغلت طول حياتها بالمعايير المنطقيه اللي كانت توصلها في اي بلد في الدنيا، طبعا نجمه ومشهوره وكل حاجه، بس تبقى دور تاني مع ريهام حجاج لاسباب كلنا عارفينها. لو عن استحقاق انا ما عنديش اي مشكله، ففكره ان طول الوقت تطلع لك ناس تفكرك ان مش الصح هو اللي بيوصلك، وان ملعون ابو الشغل على اللي عايز يشتغل، المهم ان انت تعرف من اين تؤكل الكتف، دي حاجه تجنن يا جماعه. انا اول ما شفت المنظر قلت ان على ابو كده، ايه القرف ده؟ يعني عارفين اللي هو مسلسل اللي انا عايش في جلباب ابي، ما كان بيقول لمرات ابنه انا كل ما بشوفك بفتكر خيبه ابني عبد الوهاب، اشوفك في البيت واشوفك في المصنع. فالواحد بيشوف حاجات تحبطه طول اليوم، ما يفتحش التلفزيون كمان يلاقي حاجه بتقول له اه اهو، اوعى تفتكر ان انت هتشتغل تبقى حاجه اهو، لا يعني مش كده. ده بالاضافه طبعا لتقل دم البنيه يعني. فما ما يبقى ما تبقاش كل، يعني الانسان بيتغصب على حاجات كتيره في حياته مش من ضمنها اللي بيطلع في التلفزيون. وعلى ذكر المجال الفني، وده اللي انا بقى ممكن اختم بيه، وضرب مثل يعني للفلوس اللي كانت ممكن تيجي لو الناس بتفكر. طبعا احنا شفنا الحفله اللي عملتها المملكه العربيه السعوديه لتكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة، وجابت فيها عمرو دياب ومحمد منير اللي هم اهم مطربين عندنا، والاتنين اكتشفهم هاني شنودة، واحنا نشكرهم جدا على ده، كتر الف خيرهم يعني. بس ليه مصر ما عملتش حاجه زي كده؟ يعني ده سؤال بديهي يعني، فاهمني ازاي؟
تخيلوا معايا كده لو عملنا حفله، ده احنا يعني عمرو دياب ومحمد منير وهاني شنودة، ده انت تملى بيهم استاد القاهره، وبعدين تطرح تيكتس مثلا جزء منها في البلاد العربيه، وتعمل برنامج سياحي لطيف كده يومين ثلاثه، هتطلع بعد الحفله هتاخد طور في النيل ومش عارفه تروح فين وفين وفين. سيبك من ان هاني شنودة يستحق التكريم وكده، عشان في ناس ما ياكلش معاها الحاجات دي، احنا عايزين مش يعني، انت كنت هتقدر تدخل فلوس ودولارات للبلد في وقت احنا محتاجين فيه فلوس ودولارات للبلد. ف بس هتعمل ده ازاي؟ ما هي الناس اللي بتفكر مش موجودة، طفشوا او بيطفشوا او عايزين يطفشوا. فيا جماعة ارجو ان نتخلى عن فكر اتبرع ولو بجنيه، ونحاول نسترد الكفاءات، ولو على الاقل في وسايط ما تبقاش في التلفزيون، او يعني نلم الموضوع شوية، فاهمين؟ ما يبهوأش للدرجة دي. مش احمد زاهر وولاده مش ولاده كلهم، ممكن شغل واحدة بس يعني مش كده يعني، احنا بشر يعني. بس كده، شكرا، باي باي.